لم يصل أي عرض رسمي من القادسية لديانج. مصطفى العش يتعرض لارتجاج بسيط في المخ في مران الأهلي، والجهاز الطبي يضع اللاعب تحت الملاحظة في أحد المستشفيات لمدة 24 ساعة للإطمئنان على حالته بشكل أكبر. تواجد محمود تريزيجيه وبن شرقي ضمن التشكيلة المثالية للجولة الأولى في دوري أبطال أفريقيا وفقا لموقع لسوفا سكور. شركة الأهلي لكرة القدم تعلن عن إطلاق فرع جديد للأكاديمية بالمملكة العربية السعودية. حسام وإبراهيم حسن قاموا بتسجيل حلقة مع سيف زاهر لتوضيحات والتصريحات الأخيرة والتصريح مصطفى محمد، وستذاع هذا الأسبوع. الأهلي سيقيد حمزة علاء في قائمة الفريق في يناير القادم. يخضع الشناوي وعبد القادر وشكري لتدريبات تأهيلية وفقا للبرنامج الخاص به لتجهيزه من الناحية الطبية تمهيدا لعودته ومشاركته مع الفريق. أما عن إصابة محمد شكري، كشفت الأشعة إصابة محمد شكري بشد من الدرجة الأولى في عضلة السمانة. أما عن أحمد عبد القادر، الأشعة أظهرت تعرض أحمد عبد القادر للإصابة بمزق جزئي في العضلة الخلفية. قمة الجيش الملكي والأهلي المصري في دوري أبطال أفريقيا ستنتجها الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية بمواصفات لأول مرة في تاريخ المسابقة. الإشاعة التي خضع لها محمد الشناوي كابتن الفريق أثبتت إصابته بشد من الدرجة الثانية بالعضلة الضامة. حلم طولان يستدعي محمد سعد لاعب مودرن سبورت ليعاود غياب مصطفى شلبي بعد إصابته مع البنك الأهلي، وذلك ضمن قائمة منتخب مصر المشاركة في كأس العرب. أحمد سيد زيزو يكتفي بالتدريبات التأهيلية في مران الأهلي للتخلص من آلام الركبة قبل مواجهة الجيش الملكي المغربي، والجهاز الطبي يلجأ لمنح اللاعب بعض المسكنات. حالة من القلق تسيطر على مسؤولي بيراميدز قبل جلسة الغد في قضية رمضان صبحي، ومخاوف من تعرض اللاعب لعقوبة السجن لمدة 3 سنوات حال إثبات إدانته في القضية. في النهاية لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وكومنت وتشترك في القناة حتى يصلك كل ما هو جديد وحصري، وشكرا.